كيفكم حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا بصحة وخير وسلامة. مكملين معاكم بفيديو الكولاج، هذا القسم الثاني من الفيديو. بالقسم الاول حضرنا العجينة وارغفة الكولاج، وبهذا القسم راح نحشي الكولاج ونعمل له القطر. تابعوا الفيديو، واذا ما تابعتوا معنا القسم الاول روحوا شوفوه وتعالوا تابعونا. طيب حبايبي، هسه بدنا نعمل الحشوة للكولاج مع ستي. يلا يا ستي. بسم الله. رح نبدأ نضيف. هون عندي كاسة من الجوز أو عين الجمل المجروش. بسم الله. وعندي كاستين من اللوز كمان المجروش بدون تحميص. محلب ومستكة، حوالي نص معلقة من كل نوع. أكم أحط لك سكر؟ حط معلقتين بكفي. هاي واحدة، هاي ثنتين، معلقتين سكر مع الحشو. هاي ثنتين. هون عندي نص معلقة قرفة، نص معلقة. نص شمر معلقة مطحون. شمر مطحون. معلقة سمنة منشان الحشوة تتماسك مع بعضها وما تظلش تفرفت هون. هاي معلقتين، مع 3 معالق قطر كمان مع معلقة السمنة منشان الحشوة تتماسك مع بعضها وما تظلش تهرول علينا وتعجب بينا نعرف نشتغل. هاي كمان ضفنا معلقة ماء الزهر مشان يصير نكهة للكلاج. هاي حشوتنا للكلاج هيك جاهزة إن شاء الله. هاي يا ستي 3 كاسات سكر لكاستين ويا. بده يكون القطر لا رخي ولا جامد، بده يبقى وسط. يلا بسم الله. هسه بنحط كاستين مية عليهن، نضيف كاستين مية مشان ان شاء الله يكون صالحات للقطر مليح. بسم الله. هيك بدنا نروح نغليهن على الغاز ان شاء الله. يلا يعطيك العافية ستي. عافية ان شاء الله. هذا خبز الكلاج، طبعا احنا عملناه على ايدينا وحطيناه بالثلاجة قبل يعني حوالي اسبوع او اسبوعين، وهالساعات احتجناه طلنا من الثلاجة بدنا عاد نصفه ان شاء الله ونحط له حشوة وتكون جاهز للأكل إن شاء الله. ساعدك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بدنا نبدأ نفتحه عن بعضه عشان نحطه في الصينية. صح يا ستي؟ بسم الله. بدنا نفتحه كله. شو كله؟ لا مش كله، طوله غير صغير. بسم الله. بيقدروا هم يخلوه بالثلاجة لمدة كم عشان يعني لو قعد بالثلاجة أسبوعين 3 4 مش مشكلة، بصلوش إشي. هي ما شاء الله مثل الحرير. ما شاء الله. وإذا هيك معاهم متمزق عادي برضو بصفطوا صح؟ صفت هيها. بندهن الصينية اللي حنخبز فيها أو حنشوي فيها الكلاج بمعلقتين ل3 من السمنة أو الزبدة، تكون يعني بدرجة حرارة الغرفة عشان تحمرنا الكلاج كتير منيح. بنوزعها زي ما انتو شايفين. أول رغيف يا حبايبي صحيح ومليح منشان يكون السدر لما نقلبه على سدر ثاني يكون منظره حلو ومن شلبي. بيعرفوها الشلبية؟ بيعرفوها. بيعرفوها يا ستي، شلبي يعني حلو. بنبدأ بتوزيع الحشوة زي ما انتو شايفين. بنوزعها كلها وبنفردها بالتساوي قدر الامكان على كل الصينية اللي حندخلها الفرن. هيك بعد ما حطينا النص الاول من ارغفة الكلاج، رح استخدم بس دور واحد من الحشوة. في ناس بتحب تحشي على دورين زي ما بتحبوا.
الرغيفين هذولا بدنا نحطهم فوق الحشوة مشان يمسكن ببعضهم إن شاء الله. وكخطوة اختيارية فيكم انكم تدهنوا بين كل شريحتين او 3 من الكولاج بدهنة خفيفة من السمنة، بس هاي الخطوة اختياري زي ما بتحبوا، اهم شي القاع والسطح ندهنهم بالسمنة. نبدأ نوزع راكات الكولاج فوق بعض الحشوة. فوق الحشوة، نفس الكمية اللي بنوزعها تحت الحشوة بنحطها تحت فوق الحشوة. بعد ما خلصنا ترتيب الكولاج من فوق حطينا 5 شرائح ومن تحت كمان 5 شرائح. بنبدأ نستثني أول قطعتين حطيناهم وبنقص الباقي بمقص زي ما انتو شايفين بهاي الطريقة. بعد هيك بنرفعهم وبنثني الشريحتين اللي تركناهم على الحشوة عشان ما تقع معانا الحشوة زي ما انتو شايفين. يا حبايبي هذا الوجه الخشن بدور من تحت دائما مثل الحشوة مشان والناعم من فوق مشان على أساس يجي وجهه ملس وشلبي والناس ياكلوا منه مليح يعني ويكون منظره حلو. هاي آخر إشي هذا حطينا رغيفين من هون منشان على أساس يمكن حلوات وملسات وملاح. رح أمسك الرغيف، شوفوا كيف رح نعمل بهذا الشكل ورح نثنيه لتحت. مش حكي أما يا حبايبي هسا هيك جاهز إن شاء الله. وهاي بدنا ندهن وجهه بالسمنة ونحضره للفرن مشان نحطه بالفرن قبل الوقت الأذان بساعة بنص ساعة إذا عشان الدنيا صيام. أما لو مش صيام الدنيا على طول بنشوي وبنحط له قطر وبناكل بنبدأ. يلا ادهن. جاهز مشان يفوت على الفرن ويبقى إن شاء الله صالح للأكل وزاكي ومليح. نورجيكم إياه لما نشوي لما نطلعه من الفرن إن شاء الله بنورجيكم إياه. بندخله الفرن لحتى ياخد لون ذهبي من فوق ومن تحت. بشغل عادة بداية من تحت وبفقد القاع بطرف السكينة وبعد هيك برجع بشغل من فوق. هسه هذا الكولاج صفطناه وجهزناه وهاي شويناه بالفرن واحمر من فوق ومن تحت. هسه بدنا نقطره القطرة الأولى منشان يطرى ونعرف نقطعه، وبين القطرة والثانية لازم نص ساعة عشان يطرى منيح. عشان يطرى انتبهي ستي على الكاميرا كمان. والكولاج لازم يبقى ساخن والقطر بارد. طيب يلا قطري يلا. بسم الله. ستي عادي انتبهي انت على الكاميرا. على الكاميرا واجي ما بدي واجي قدامي الله يتوب علي. على الجهتين. طيب على الجهتين. هسه هون الكولاج سخن والقطر بارد مشان يطرى ونعرف نقطعه ان شاء الله ونشوف جاهز للتقديم وان شاء رب العالمين الله يهدي بالنا وبناكل بالصحة والعافية. بعد ما نحط عليه القطر في المرة الأولى نص الكمية بنضيف بنغطيه وبنتركه نص ساعة أقل شي. لو عندكم وقت تتركوه لساعة أو ساعتين بيكون أحسن وأحسن. بنبدأ نقطعه زي ما انتو شايفين. بنحتاج لسكين تكون حادة كتير منيح لحتى نعرف نقطعه بهاي الطريقة. بدكم تكونوا انه حريصين شوي في التقطيع عشان ما توقع معاكم الحشوة وما تتفكفك طبقات الكولاج. سعيات بعد ما إن شوينا وزبطنا الأمور هسه قطعناه وأسكينا القطرة الأولى وهسه ظلت علينا القطرة الثانية. بدنا هسه نسكي القطرة الثانية على أساس إنه الكولاج بارد والقطر ساخن مشان يشرب ويصير مليح. وإذا نستنى عليه بعد القطرة هاي نص ساعة مشان يصير صالح للأكل أحسن وأطرى. يلا بسم الله يا ستي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهون عندي شوية فستق حلبي اختياري للتزيين.
يا حبايبي هسه هذا الكل جاهز للأكل، وبعدين إن شاء الله إنه يعجبكم وتستمتعوا بأكله وتشوفوه منيح وكويس. ولا تنسوا تتابعوا قناة آيات، تحطوا لها لايك. صح يا ستي، يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية وتحطينوا عافية. أو في كمان الطريقة الثانية اللي هي لفائف الكولاج أو أصابع الكولاج بنفس الحشوة. بنستخدم شرائح الكولاج اللي بتكون متكسرة معانا، أو بنقسم الرغيف لأرباع وبنحشيه بحشوة اللوز أو حشوة الجبنة زي ما انتو شايفين، جبنة حلوة. وبحطه بنفس الطريقة بصينية، بدهنه في السمنة من فوق ومن تحت، بدخله الفرن على درجة حرارة 180 لحتى ياخد لون ذهبي من الجهتين، من فوق ومن تحت. بياخد حوالي نص ساعة وبيكون عندي بهذا اللون. وهو ساخن بنشربه بالقطر وبنتركه حوالي نص ساعة على الأقل قبل ما إنا نقدمه. بنغطيه وبعد هيك بنقدمه. وهون عندي رشة فستق حلبي للتزيين. وهذا كان الفيديو لليوم. أنا بفضل اللفائف من الكولاج، أفضل وأطيب وأسرع كمان. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو، وشكرا على تعليقاتكم الحلوة وعلى تفاعلكم.